الأوقات المكروهة اللي ما ينفعش نصلي فيها. الفيديو ده صدقني هيفيدك جدا جدا وهيريحك، ومش هيخلي عندك تساؤلات خالص ولا لخبطة في أي فيديوهات سابقة قبل كده. تمام. الأوقات المكروهة يا جماعة، وانا اسفه ان انا ما كنتش فعلا اعرف ان في اوقات مكروهه في الصلاه كلها كامله يعني. بدايه من اول الشروق بعدها بحوالي ساعه. انا سمعت شيخ تمام بيتكلم، يعني انا مش بألف من دماغي. من بعد الشروق بحوالي ساعه او 16 دقيقه على ما اظن، خلينا ساعه، ده وقت مكروه فيه الصلاه. تمام. قبل الظهر بتلت ساعة، دي برضو من الأوقات المكروه فيها الصلاة. بعد العصر لحد أذان المغرب، يعني من بعد العصر بحوالي مثلا نص ساعة أو حاجة أو ساعة على ما أظن، من بعدها لحد المغرب برضو دي من الأوقات المكروه فيها الصلاة. ليه بقى الحاجات دي؟ يعني شرحها كده بس، يعني ايه اللي انا فهمته؟ ان دي اوقات احنا بنخالف فيها الناس الكفار اللي هم بيتعبدوا للشمس وكده. ماشي، انا بكلمكم باللي هو بالبلدي اللي احنا فاهمين، يعني انا كمان بتعلم معاكم. بالنسبة بقى يا جماعة لوقت الشروق، وقت الشروق والوقت اللي بيكون فيه الدعوة مجابة بإذن الله يا رب، بإذن الله من غير مقاطعة. وقت الضحى بيبقى من امتى بقى بالظبط؟ من الساعة 10 للساعة 11 بتوقيت مصر. انا معرفش بره هتكون ايه. تمام، من 10 ل 11 بتوقيت مصر. تمام. الحاجة بقى الأخيرة صلاة الزوال. صلاة الزوال اللي مليون حد قاعد يقول لي مفيش حاجة اسمها صلاة زوال، صلاة زوال، واجي دوختوني. صلاة الزوال يا جماعة موجودة، وبتبقى في أقاويل بتقول بتبقى قبل صلاة الظهر بحوالي مثلا 5 دقايق أو 10 دقايق بتصليها، وفي ناس بتقول بعد صلاة الظهر، بعد الأذان الأول، ما بين الأذان والإقامة، يعني قبل ما الإقامة بنصلي صلاة الزوال. طيب فايدتها ايه؟ انا هحط لكم بقى عشان ما نطولش الفيديو، هحط لكم الكومنت في الكومنت مثبت في اللينكات بتاع فايدة صلاة الزوال وعملت معايا ايه، واقسم بالله كان دعاء مستجاب وربنا سبحانه وتعالى استجاب ليا فيه. تجربة شخصية مش تأليف. تمام. السلام عليكم.